الأزمنة في اللغة الإنجليزية من قديم الأزل، وأنا بسأل نفسي هو ليه اللغة الإنجليزية فيها كل الأزمنة دي؟ تقريبا 12 زمن. إيه ده ثواني، 12 زمن إيه يا اسطى؟ ما في الفيزياء هما 3 أزمنة بس، الماضي الحاضر المستقبل. هو الإنجليز بيخترعوا ولا إيه؟ هو الفكرة إن اللغة الإنجليزية فعلا بدون تفكير كتير فيها 3 أزمنة بس، مش 12 زمن ولا حاجة. إيه ده؟ يعني جوجل وتشات جي بي تي ومدرس الإنجليزي بتاعي وكورسات الإنجليزي طلعوا كل ده بيشتغلونا؟ لا يا اسطى ما تعيش الدور. الفكرة كلها إن اللغة الإنجليزية زيها زي اللغة العربية. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ هم 3 أزمنة بس. كذلك لغات كتير قوي، على سبيل المثال اللغة الإيطالية فيها 7 أزمنة، واللغة الألمانية 6 أزمنة. والله انتوا ناس عسل. أما بقى اللغة الفرنسية فيها 8 أزمنة، أما اللغة الأسبانية فيها 8 أزمنة برضه. والله شايف كل الكلام ده عبارة عن وهم، هو مش 7 ولا 8 ولا 12 ولا أي حاجة، هو 3 أزمنة بس. يعني الفيزياء صح واللغات غلط ولا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. انا بابا يلا. احنا مين وانتوا فين وايه اللي بيحصل على الكوكب ده؟ بكل بساطه متابعين الكرام وبدون تفكير كتير، احنا فعلا مخدوعين. ليه؟ عشان نعرف ليه لازم نفرق بين الزمن واشكال الزمن. اولا يعني ايه الزمن او التنس؟ الزمن الفكره الاساسيه للوقت، ماضي حاضر مستقبل، 3 عوالم. يعني ايه شكل الزمن؟ شكل الزمن يساوي ازاي الحدث حصل جوه الزمن نفسه. يعني نفس الزمن مثلا الماضي ممكن يتقال باكتر من طريقه. هل الحدث في الماضي خلص؟ طب هل كان مستمر؟ كان متكرر؟ كان قبله حدث تاني؟ زي مثلا I ate، خلاص كلت وخلصت، بسيط. I was eaten، كنت باكل، مستمر. I had eaten، حصل قبله حاجة تانية في الماضي لأنه ماضي تام. I had been eaten، استمر فترة في الماضي. كلهم ماضي لكن الشكل مختلف. الخلاصة الذهبية tense يساوي امتى، اللي هو وقت الحدث. أما الاسبكت أو شكل الحدث يعني ازاي الحدث حصل. وده ببساطة يوضح لنا ليه طول الفترة اللي فاتت دي كنا بنقول إن اللغة الإنجليزية فيها 12 زمن وهو 3 أزمنة بس، الماضي والحاضر والمستقبل، و4 طرق نقدر نعبر بيهم عن كل زمن. يعني 3 في 4 مش بيساوي 12، 3 في 4 بيساوي 3 أزمنة و4 أشكال التعبير عن كل زمن فيهم. والأزمنة دي انتوا عارفينها، فخلونا نشرح النهارده الماضي. أيها الماضي اللعين حانت لحظتك. زمن الماضي في اللغة الإنجليزية غريب جدا، والسبب مش إنه عشوائي لكن لأنه اتكون تاريخيا بشكل معقد جدا. الإنجليزية لغة مختلطة من أكتر من مصدر. الإنجليزية القديمة كانت جرمانية زي الألماني والهولندي، لكن بعد الغزو النورماندي سنة 1066 دخلت عليها الفرنسية واللاتينية بشكل كبير. انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ فبقى عندك نظام أفعال جرماني زائد مفردات وقواعد متأثرة بالفرنسية، والنتيجة يساوي نظام غير منتظم. صباح الفل. مش كل الأفعال اتعاملت بنفس الطريقة. يعني في الإنجليزية القديمة كان في طرق مختلفة لتكوين الماضي، أفعال تغير صوتها sing sung، وأفعال تضيف حروف زي played. مع الوقت النظام اتبسط لكن ما توحدش بالكامل، ففضلت بقايا القواعد القديمة. عشان كده عندك نوعين رئيسيين للماضي: regular verbs الأفعال المنتظمة اللي بتاخد ED زي worked، و irregular verbs أو الأفعال اللي شكلها مش منتظم زي go تبقى went، و eat تبقى ate. regular verbs أفعال غير منتظمة. دي في الحقيقة آثار تاريخية مش نظام جديد. النظام الجديد اللي هو الأفعال اللي بتاخد ED. أما اللغة العربية فعندها نظام أوضح نسبيا. في العربية أغلب الأفعال ماشية على جذور وأوزان التغيرات منظمة جدا، لكن في الإنجليزية التاريخ اللغوي عمل تراكم زي طالب ثانوية عامة كده. ايه القرف ده بقى؟ بدل نظام واحد نضيف بقى في تراكمات. عشان نجيب من الآخر، زمن الماضي في اللغة الإنجليزية مش غريب لأنه عشوائي، لكن لأنه لغة قديمة جدا اختلطت بلغات مختلفة واحتفظت ببقايا قواعد تاريخية. فالماضي البسيط أو الباست سيمبل ده أهم زمن في الماضي. فتعالوا نشرح. هو انت كل ده لسه ما شرحتش؟ بالنسبة للإثبات فشكل الجملة مثبت subject verb التصريف الثاني، سواء فعل منتظم أو غير منتظم زي I played football أو she went to school. ولو منفي هتنفي didn't، وفي الأفلام بيختصروها بيقولوا didn't زي ما هنسمع كده. I didn't know that. طبعا في صيغة الكويستشن أو السؤال الفعل بيرجع لأصل. Did he speak؟ Did you play؟ Did she go؟ لو جينا نشوف أهل اللغة بيستخدموا الزمن ده إزاي فالموضوع تافه جدا زي ما هنسمع كده. You missed your chance.
chance. You missed your chance. You missed your chance. I trusted you. I trusted you. I trusted you. Didn't see an order come through for this. Didn't see an order come through for this. Didn't see an order come through for this. بس كده ده كان زمن الماضي البسيط وتاريخ الزمن في اللغة بشكل مبسط. لو حابين ممكن نتكلم عن تاريخ كل زمن في اللغة اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله نعمل الحلقات ديت في المستقبل. بس كده شباب دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تكونوا عاملين لايك سبسكرايب وقولوا لي لو حابين نكمل في سلسلة الأزمنة يعني نشرح بقية الأزمنة بالطريقة ديت ولا لأ. وبس كده سلام. We like